السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنراجع دلوقتي ان شاء الله على الكسور الجزئية ونعرف ايه هي الافكار اللي ممكن تيجي عليها. الكسور الجزئية هي طريقة بستخدمها علشان احلل الكسر بتاعي ده في كسور معقدة، فمش بقدر ان انا اعمل تكامل وكده، فانا بستخدم الطريقة دي علشان احلله وبقسم الكسر ده لكسور تانية اسهل، فبقدر بقى ان انا اطبق اي عملية حسابية عايزة اعملها. لكن في شرط مهم جدا علشان اطبق طريقة الكسور الجزئية دي، لازم يكون عندي درجة البسط اقل من درجة المقام. طب لو درجة البسط اعلى من درجة المقام هعمل ايه؟ هعمل قسمة مطولة، وان شاء الله هسيب لكم لينك الفيديو بتاع القسمة المطولة. بالنسبة للحالات بقى، الحالة الاولى ان بيكون عندي المقام كان دالة بس انا حللتها، يعني المقام ينفع ان انا احلله تمام. طيب المقام ده كان عبارة عن اكس تربيع زائد اكس ناقص 2، وحللتها لقوسين الاكس ناقص 1 واكس زائد 2. فطريقة الكسور الجزئية بتقولي ايه؟ هتحطلي كونستانت على القوس الاول وكونستانت على القوس التاني، تمام كده. الكونستانتات دي عبارة عن ايه؟ A و B و C و D وهكذا. خلاص كده تمام. فانا اصلا بعد كده بجيبهم يعني لما بحل المسألة بتاعتي. بس خلينا نركز كده، القوس الاول عبارة عن اكس ناقص 1 يعني من الدرجة الاولى، القوس التاني عبارة عن اكس زائد 2، صح كده تمام. فالحالة الأولى بيكون عندي قوسين كل واحد منهم من الدرجة الأولى، ولما باجي أطبق partial fractions بقول ايه؟ constant على القوس الأول زائد constant على القوس التاني. خلاص كده. طيب بالنسبة للحالة التانية، لو جيت بصيت كده هلاقي ان هنا اكس تربيع اكس ناقص 1 الكل تربيع، وهنا اكس زائد 2. خلاص كده. فمعنى ايه تربيع ده؟ معناه بيقولي كرر لي القوس ده لقوسين، ده أس 1 وده أس 2، ده معناه. طب لو كان أس 3 بيقولي كرر لي القوس أس 3 لتلات أقواس، أس 1 وأس 2 وأس 3. خلاص كده تمام. فهنا القوس أس 2 فكررتهوله مرتين، اهو أول مرة القوس أس 1 وتاني مرة القوس أس 2، بعدين اتبقالي اكس زائد 2 حطيتها. طبعا انا بعمل نفس الكلام، كونستانت على القوس الاول، كونستانت على القوس التاني، كونستانت على القوس التالت. خلينا مركزين ان القوس الاول من الدرجة الاولى والتاني والتالت برضو كلهم من الدرجة الاولى، تمام تمام. نيجي بقى للحالة التالتة اللي بتقولي ايه؟ هنا اكس تربيع زائد 1 واكس ناقص 2. طب اكس تربيع زائد 1 ده هعمل فيه ايه؟ طب وانا ما ينفعش احلله؟ لا ما ينفعش احلله للأسف، انا هسيبه زي ما هو. يبقى لو هنا الدالة او القوس ينفع احلله هحلله، وبالنسبة لي يبقى سهل جدا، كونستانت على القوس وكونستانت على القوس وخلاص. لكن هنا معرفتش احلله، فهعمل ايه؟ هسيبه زي ما هو، اهو سبته زي ما هو. لكن مش بالسهولة دي، فوق لازم هيختلف. ليه؟ لان المقام بقى كده من الدرجة التانية، يبقى البسط لازم يكون من الدرجة الاولى. تمام. هنا كنت بحط كونستانت بس، لا انا هعلي درجة الكونستانت، هخلي البسط ده يكون من الدرجة الاولى، فهقول a x زائد b. تمام كده تمام. طب بالنسبة للقوس التاني x ناقص 2، القوس التاني ده من الدرجة الاولى عادي جدا، فقلت كونستانت على القوس اهو. خلاص كده تمام. بالنسبة بقى للحالة الرابعة، الحالة الرابعة لقيت ان المقام هنا اكس تربيع زائد 2 من الدرجة التانية، لكن القوس متكرر، بيقولي كررهولي لقوسين، اول واحد يكون اس 1 وتاني واحد يكون اس 2. خلاص كده. فانا بالفعل عملت كده اهو. وهنا علشان اكس تربيع فطبقت هنا، خليت a اكس زائد b، وهنا c اكس زائد d، يعني البسط من الدرجة الاولى والمقام من الدرجة التانية. خلاص كده تمام. دي كده الحالة الرابعة. بالنسبة للحالة الخامسة بقى، لقيت ان هو عمل لي كده ميكس ما بين حالتين، اللي هو جاب لي القوس ده من اللي هو اكس ناقص 1 عادي اللي هو من الدرجة الاولى، والقوس التاني من الدرجة التانية وكررهولي. فهعمل ايه؟ هعمل زي ما هو محطط لي بالظبط. هو قايل لي القوس الاول من الدرجة الاولى، فقلت كونستانت على القوس الاول. القوس التاني من الدرجة التانية وكررهولي، ادي كررت، ومن الدرجة التانية يعني بي اكس زائد سي ودي اكس زائد اي. اول واحد اول كونستانت هضربه في اكس، بعدين زائد الكونستانت اللي عليه الدور. واحنا لما بنيجي نحط الكونستانتات لما بنيجي نحطهم بنقول A B C D و E وهكذا، يعني حروف عادي جدا تمام.
طيب كده الحالة الخامسة خلصت. بالنسبة للحالة السادسة، هي الحالة السادسة والأخيرة برضو بيعمل لي ميكس كده ما بين حالتين. هنا عامل لي ايه؟ المرة دي بقى مكرر لي القوس الأول اللي هو اكس ناقص واحد من الدرجة الأولى، ومديني القوس التاني اكس تربيع زائد اكس زائد واحد. طب هو أنا هعرف أحلله؟ لا مش هعرف، فهسيبه زي ما هو خلاص. بالنسبة للقوس الأول بيقولي كررهولي 3 مرات، فكررته 3 مرات. أول مرة أس واحد، وتاني مرة أس اتنين، وتالت مرة أس تلاتة. وهنا علشان اكس ناقص واحد دي من الدرجة الأولى، فقلت كونستانت على القوس الأول، كونستانت على القوس التاني، كونستانت على القوس التالت. خلاص كده. طب بالنسبة ده هعمل فيه ايه؟ هبص كده، هو عبارة عن اكس تربيع زائد اكس زائد واحد، يعني من الدرجة التانية، فلازم البسط يبقى من الدرجة الأولى. فقلت مين الكونستانت اللي عليه الدور؟ اللي هو دي، صح؟ يبقى دي اكس زائد اي. خلاص كده فهمنا بنعملها ازاي. تمام. بعد كده بقى انا هحل معاكم المثال ده. بعد كده هعمل ايه؟ هوحد المقام علشان اقوله المقام بيساوي المقام، اذا البسط بيساوي البسط. خلاص، فانا لازم هوحد المقام. هوحد المقام ازاي؟ انا عادي هحط المفروض دي معناها ان انا كتبته، يعني افترضوا ان انا كتبته، ماشي؟ تخيلوا كده ان انا كتبت المسألة تاني، وبعدين هقول بتساوي واعمل كسر كبير علشان هوحد المقام. ادي المقام كتبته هنا. بالنسبة للبسط ده بقى بكتب فيه ايه؟ في ناس بتيجي هنا وتتلخبط، تبقى مش عارفة هتعمل ايه بعد كده، او ممكن تنسى مثلا قوس وكده. فانا هقول لكم على طريقة، والطريقة دي ان شاء الله لو طبقتوها في كل المسائل اللي بعد كده هتنفع معاكم. بصوا يا شباب، انا هعتبر ان المقام ده هو حد او شخص. الشخص ده انا عامله معاه جمعيه. تمام. وهنا ايه؟ قبض القوس اكس ناقص واحد. اتبقى له مين؟ اتبقى له، علشان يبقى اس تلاتة، اتبقى له قوس تربيع واتبقى له القوس الكبير اهو. يبقى ايه في القوس تربيع مضروب في القوس الكبير. خلاص كده. حلو جدا. طيب بعدين بي قبض اكس ناقص واحد لكل تربيع. اتبقى له ايه؟ اتبقى له اكس ناقص واحد بس والقوس الكبير اهو. يبقى بي في اكس ناقص واحد بس في القوس الكبير. خلاص كده. بالنسبة لسي، قبض اكس ناقص واحد تكعيب اللي هو ده، يبقى اتبقى له القوس ده بس اهو. يبقى سي مضروب في القوس ده بس. بعد كده دي، انا كتبتها تحت هنا عشان ما كانش في مكان. دي اهي، دي اكس زائد ايه. لو جينا بصينا، دي اكس زائد ايه قبضت القوس الكبير، اتبقى لها القوس لكل اس تلاتة اهو. وبس كده انا خلصت. المفروض ده كان موجود هنا، كان هنا بس طبعا مفيش مكان. ماشي. هقول له بقى بعد كده ايه؟ بما ان المقام بيساوي المقام، اذا البسط بيساوي البسط. يعني ايه الكلام ده؟ مش هنا بالفعل كده انا خليت المقام بيساوي المقام، صح كده؟ اهو المقام، ثواني، المقام اللي هو ده بيساوي المقام اللي هو ده، اذا البسط اللي هو ده بيساوي البسط اللي هو ده. خلاص كده. تمام. فهاجي بقى واكتب الكلام ده. انا طبعا صغرت الخط شويه عشان ايه؟ اعرف ان انا اخد الاماكن كلها. ادي دوت البسط، وده كله البسط اللي انا لسه جايباه معاكم. طيب في طريقتين علشان بقى احسب واجيب الثوابت دي. اول طريقة هي مقارنة معاملات، وتاني طريقة ان انا بحط الاكس بارقام وبعمل معادلات وبطلعها. في كلتا الحالتين هعمل معادلات. تمام. الطريقة الأولى اللي أنا عملت بيها دي اللي هي مقارنة معاملات. الطريقة التانية بحط مثلا الإكس بزيرو والإكس بواحد. ليه بواحد؟ علشان هنا أصفر القوس ده، فبالتالي إن أنا أطير الإيه، يعني بحط الإكس عندي برقم بحيث إن هو يطير لي حاجة. خلاص. دي طريقة. في طريقة تانية بقى اللي أنا شغالة بيها مقارنة معاملات. علشان أعمل مقارنة معاملات لازم، مهم جدا، وأنا اتعمدت أجيبها علشان أقولكوا كده، مهم جدا إن أنا افك كل دول. يعني ده كله يتفك، وده كمان، وكل دول يتفكوا. يعني ايه يتفكوا؟ لما فكيت اول واحد طلع عندي ان ايه، خدتها عامل مشترك ومضروبة في القوس اكس اس 4 ناقص اكس اس 3 ناقص اكس تربيع زائد اكس زائد واحد. خلاص كده. لازم يكونوا عندي بالشكل ده. وكل اللي جاي فكيته وخليت بقى عندي بكل بساطة عادي، يعني في ابسط صورة. خلاص كده. فمقارنة معاملات بقى بعمل ايه؟ بقوله، تمام، بقوله ايه؟ بسم الله. coefficient، دي coefficient دي انا ما كتبتش الكلمة كلها،
دي اختصار ليه coefficient يعني معامل. تمام. coefficient of x أس 4 اللي هو فين؟ اللي هو ده المعامل بتاع x أس 4 اللي هو 4 يعني، فأهو 4 بتساوي coefficient of x أس 4. هنا بقى هعدي على كل واحدة من هنا واشوف فين x أس 4 اهي مضروبة في مين، في ايه المعامل بتاعها ايه، فقلت ايه. خلاص كده هدور تاني على x أس 4 على 8 اللي هي دي الكوفيشنت بتاع الاكس أس 4 دي يبقى زائد دي. تمام. بالنسبة لي الكوفيشنت اوف x أس 3 بكام؟ ب3، فقلت 3 بتساوي هعدي على كل اللي عندي هنا اكس تكعيب الكوفيشنت بتاعها سالب ايه، حطيت سالب ايه. هنا في عندي اكس تكعيب الكوفيشنت موجب بي، حطيت موجب بي. بعد كده فين تاني؟ هنا سالب 3 دي يعني سالب 3 يعني كام؟ فين اهي سالب 3 دي. بعد كده في عندي اكس تكعيب تاني اهي عندها مين؟ موجب ايه، فحطيت الموجب ايه. هو حرفيا هعدي على كل دول لغاية اما اخلص كل الكوفيشنت اللي هنا، ولغاية اما اوصل للكوفيشنت بتاع الكونستانت ده اللي هو بواحد اللي هو ده. تمام. coefficient of constant اللي هو 1، واشوف بقى مين الكونستانت وكده. طلع معايا المعادلات دي هعمل فيهم ايه؟ هحلهم مع بعض واطلع الثوابت وكده. في المسألة اللي انا جبتها لكم دي فيها 5 ثوابت. هي طبعا ما بتجيش في الامتحان لان انتوا هتقعدوا تحلوا المعادلات دي وتضيعوا الوقت، فبيجيبوا على يعني اكتر حاجه بيجيبوها 3 ثوابت بس. ماشي. بس الهدف ان انا اجيبها علشان اعلمكم ازاي بوحد المقام، لان هنا 4 كسور صح، فازاي بوحد المقام ل4 كسور. علمتلكم بالطريقه عايزين تعرفوها باي طريقه اعرفوها، بس اهم حاجه تكتبوا صح. فعرفنا هنا ازاي ان احنا بنوحد المقام ل4 كسور، وازاي ان احنا بنطبق الطريقة بتاعة الكوفيشنت بتاعة مقارنة المعاملات. وبعد كده هتطبقوا نفس الطريقة دي، وان شاء الله المسألة اللي هجيلكوا في الامتحان يعني هتبقى اقل من كده واخف من كده، مثلا هما 3 ثوابت بس فيبقوا 3 معادلات بس، فتطلعوا الاي والبي والسي عادي جدا، وهيبقى سهل معاكم ان شاء الله باذن الله. وكده الحمد لله خلصنا الكسور الجزئية. اتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامة.